السلام عليكم، ازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ معاكم مستر كريم عادل، ودي الحلقه الثالثه من سلسله ابدا صح. النهارده هنكمل التاسيس، وهنا هناخد باذن الله انواع الافعال وفيرب تو بي. فركز معايا. بسم الله نبتدي. طيب، اول حاجه هنتكلم عن انواع الافعال، او هنتكلم بشكل عام عن الفيربس. الفيربس اللي هي الافعال. طيب، الافعال عندي هي ايه اساسا؟ هي بتصف الحاله او بتصف الفعل، حاجه بتحصل في الوقت الحالي بقى، او حاجه حصلت ايا يكن عن زمانها، ولكن هي حاجه بتحصل. اللي هو زي ايه مثلا؟ او حدث يعني حصل، زي كلمه eat، زي كلمه run، زي كلمه think. فهي كل دي افعال. طيب، eat ياكل، run يجري، think يفكر. طيب، الافعال عندي بتنقسم لنوعين. الافعال بتنقسم لنوعين. ايه هما النوعين بتوعي دول؟ النوعين، اول حاجه عندي حاجه اسمها الهيلبينج فيربس. الهيلبينج فيربس اللي هي اسمها الافعال الايه؟ المساعده. طيب، الحاجه التانية اللي عندي حاجه اسمها المين فيربس. مين فيربس اللي هي الافعال الايه؟ الاساسيه. في اكتر من كده، في الموديل فيربس، ولكن خلينا في الحاجات الاساسيه الاول. طيب، الهيلبينج فيربس هم ثلاث افعال بس. طيب، والمين فيربس اي حاجه غير الثلاث افعال بتوع الهيلبينج فيربس هم مين فيربس. طيب، ايه هما الهيلبينج فيربس او الافعال المساعده؟ هو verb to be، have، وكمان ودو. طيب، بي معناها يكون، have يمتلك، طيب ودو يفعل او يعمل، بيعمل حاجه. طيب، اي حاجه غير الهيلبينج فيربس دول، الثلاث افعال دول، هم من فيربس، افعال اساسيه. زي لسه كنا قايلين run، eat، watch، play، know، see. كل دي من فيربس، طبعا افعال كتيره جدا، افعال اساسيه. طب انا عايز افرق ايه هي يعني عايز افرق ما بين ايه هي الافعال الاساسيه، ايه هي الافعال المساعده. الافعال الاساسيه خلينا نتفق ان هي ما بتعرفش تعمل غير حاجه واحده بس، اللي هي ايه؟ تكوين جمله. هي اخرها هتكون لي جمله، مش هتعرف تعمل اكتر من كده. يعني لما اجي اقول مثلا I play tennis، بس ده كده اخري. I play tennis، هو ده بلاي، ده اخره اللي يعمله بلاي. ما تقدرش تنفي نفسها، ما تقدرش تعمل سؤال. على سبيل المثال، بنفي بايه؟ النفي دايما بيكون بكلمة not. فانا دلوقتي لما بننفي الفعل ولا الاسم؟ لا، بننفي الفعل. بنفي الفعل. فانا دلوقتي هقول I play not tennis. كده غلط. ليه؟ عشان play دي من ضمن المين verbs، والمين verbs ما بتعرفش تنفي نفسها بكلمة not. الهيلبينج فيربس بتقدر تعمل ايه؟ هي بتقدر تعمل ثلاث حاجات. طيب، ايه الثلاث حاجات هي بتقدر تعمله؟ بتقدر تكون جملة، بتقدر تعمل نفي، بتقدر تعمل سؤال. يبقى هي عكس الايه؟ المين فيربس، الافعال الاساسيه. فيبقى الافعال المساعده هي بتعرف تكون الجمله، بتعرف تنفيها، وبتعرف تعمل سؤال. عكس المين فيربس، هي اخرها تكون جمله ما تعرفش تنفيها، والنفي عندي بيبقى بكلمه ايه؟ بيبقى بكلمه not. طيب، نبدا بقى باول فيرب معايا، فيرب to be. verb to be. verb to be ده كده قلنا معناه يكون. طيب، عايز اعرف الشكل او الحالة بتاعت verb to be. ده infinitive. infinitive يعني ايه infinitive؟ يعني فعل في المصدر. فعل فين؟ فعل في المصدر. طب يعني ايه فعل في المصدر؟ يعني مش متصرف في زمن الماضي ولا المضارع، يعني لسه ما اتصرفش، لسه ما اتحطش في زمن معين، لسه هو كده، ولا اتحط في زمن مضارع ولا في زمن ماضي. طب انا عايز ابدا اصرفه، عايز اشوف له بقى، احط له زمن بقى كده واتعامل بيه. طيب، verb to be لما بيجي يتصرف في زمن المضارع هيتصرف لثلاث اشكال. ايه هما التلات اشكال بتوعي؟ am، و is، و are. am و is و are. طب am و is و are دول معناهم ايه؟ نفس معنى verb to be، لان هي اساسا verb to be معناهم ايه؟ يكون. طيب، يبقى am و is و are هما في زمن ايه؟ في زمن البريزنت. في البريزنت.
في زمن المضارع. يبقى اصلهم كان ايه؟ فيرب تو بي، زمنه ايه؟ انفينيتيف، لسه ما اتصرفش، لسه ما تحددلوش زمن معين. طيب دلوقتي كنا اخدنا في الحلقه اللي فاتت، اللي اخدنا في الحصه اللي فاتت او في الحلقه اللي فاتت، اخدنا الضماير، البروناونز بتاعتي. طيب انا بقى عايز اقسم البروناونز بتاعتي على ام واز وار. طيب يبقى أنا دلوقتي ام ما بيجيش معاه غير اي، يبقى دي ثوابت. دي كده الثوابت بتاعتي، ان اما بيجيش معاها غير اي. طيب واز بيجي معاها هي وشي وات، المفرد. يعني من الاخر از بتيجي مع المفرد. ايه الضمائر المفرد بتاعتي؟ هي وشي وات. طيب والار بتيجي مع الايه؟ مع الجمع. انا قلت المره اللي فاتت ان احنا عندنا 7 ضمائر، ادي واحده جت مع الام وتلاته جم مع المفرد، يبقى ناقص التلاته اللي بيجوا مع الجمع اللي هم الوي واليو والذي. طيب هما دول الثلاث ضمائر بتوعي، وي ويو زي. طيب يبقى انا عرفت، يبقى دي كده حاجة ثابتة لازم احفظها. لازم احفظها ان verb to be هي دي من الافعال الايه؟ من ال helping verbs. ال helping verbs اللي هما الافعال الايه؟ الافعال المساعدة. طيب عايز بقى ابدا اكون جملة. هكون جملة بان انا ببتدي ب subject، بعد كده الفيرب، بعد كده التكملة. subject وبعد كده الفيرب، بعد كده باقي الجملة. طيب دي كده لازم تكوين الجملة لازم يكون كده. subject ده اللي هو الفاعل، اللي هو الشخص اللي بيعمل الحدث ذات نفسه. الفيرب اللي هو الفعل، اللي هو الحدث او الحالة اللي بتحصل. طيب فين السبجكت بتاعي؟ انا دلوقتي قلت هي، يبقى هتاخد am ولا is ولا are؟ يبقى هتاخد is. يبقى he is a doctor. he is a doctor. يبقى انا كده فين الفيرب بتاعي؟ is اساسي ولا مساعد؟ لا مساعد، من ضمن ال helping verbs. طيب يبقى عارف يعمل اول حاجه، وانه يكون ايه؟ يكون جمله، ودي اول حاجه عارف يعملها. طيب عايز ينفي. انا قلت فوق لما باجي بنفي الفعل، يبقى عند النفي، يبقى عند النفي ننفي ايه؟ الفعل وليس الاسم. يبقى انا لما بعوز بنفي الفعل. بس انا قلت يبقى verb to be من ضمن ال helping verbs اللي بتقدر تنفي نفسها بنفسها بكلمة ايه؟ بكلمة not. يبقى انا لما عاوز انفي هنا اقول ايه؟ he is not a doctor. يبقى هو لا يكون دكتور. طيب is not هنا دي كده انا قلتها كاملة على بعض، لو عايز اختصرها يبقى isn't. يبقى isn't، بشيل ال o واحط apostrophe. بشيل اللي هو احط apostrophe عشان اختصرها. والاختصار بيبقى في النطق والكتابة الاتنين مع بعض، مش بقول is not. يعني اول ما اشوف المنظر ده كده ما بقولش is not، بقول isn't. النطق يبقى سريع. ولو لقيتها بالمنظر ده فبقول is not. يبقى انا كده عرفت ان انا اعمل ايه؟ اكون جمله وان انا اقدر اعمل ايه؟ وان انا اقدر اعمل نفي. كده ان هي ناقص لها الحاجه الاخيره بتاعتها، اللي هي ايه بقى؟ ان هي تقدر تكون سؤال. قال لي لما انت بتعوز تكون سؤال من الهيلبنج فيربس، من الافعال المساعده، لازم يكون الفعل المساعد بيبتدي بالجمله. يبقى انا دلوقتي لو هعمل سؤال يبقى لازم اجيب الفعل المساعد بتاعي في الاول. مين الافعال المساعده بتاعتي بتاع فيرب تو بي؟ ام واز وار. يبقى انا لو عايز اكون سؤال يبقى انا لازم امشي ورا طريقه الجمل، الصيغه دي. ام او is او are، وبعد كده هيجي وراهم السبجكت بتاعي او الفعل، وبعد كده باقي الجملة بتاعتي. طيب لما السؤال بتاعي بيبقى am و is و are، بيبقى السؤال بتاعي بقى هسأل بهل، عشان اجابتي تكون بايه؟ بيس او نو. طيب نكمل نعمل بقى كده جملة على اللي احنا لسه واخدينها. he is a doctor. طيب عايز اعملها سؤال، فين ال helping verb بتاعي؟ is. يبقى قال لي ابتدي بيه الجملة، عملنا is اهو. طيب وبعد كده فين ال subject بتاعي؟ الفاعل he. يبقى is he. بعد كده باقي الجملة a doctor. يبقى ايه هنا كده السؤال بتاعي بيقولنا ايه؟ بيكون بهل. يبقى هل هو يكون طبيب او دكتور؟ طالما السؤال بتاعي بهل يبقى الإجابة بتاعتي قلنا بيس وإيه؟ بيس أو نو. يبقى أنا دلوقتي عايز بقى أحط الإجابة. أنا لما عملت سؤال كنت عملت إيه؟ عملت مقص.
عكست ما بين السبجكت والفيرب. طيب لما بقى عايز اعمل الجملة نفس الفكرة، هعكس ما بين الفيرب والسبجكت او الهيلبينج فيرب والسبجكت. يبقى انا هعمل مقص، يبقى الاجابة بتاعتي yes he is. طيب لو no يبقى نفي، يبقى no ايه؟ he isn't او is not. قال لي في حاجة تخلي بالك منها، قال لي لو انت جاتلك في الجملة العادية، عشان لو انا مثلا جاتلي جملة عادية وعايز احولها، قال لي لو جاتلك في الجملة العادية I am تتحول إلى إيه بقى؟ are you في السؤال. طيب يعني لما يجي يقول لك مثلا هنا I am happy، أنا سعيد، أو أنا أكون سعيد، عايز أعملها سؤال، يعني عايز أقول له هل أنت تكون سعيد؟ طيب يبقى أنا دلوقتي هنا I am عايز أحوله سؤال. احنا قلنا عشان أبتدي بسؤال لازم أجيب الفعل المساعد بتاعي في الأول، والسؤال بتاعي بيكون بهل، فببتدي بام أو إذا وار وبعد كده السبجكت. طيب عندي اي لما بتيجي في الجملة، اي لما بتيجي هي بتتحول لايه؟ بتتحول ليو في السؤال. طيب خلاص، يبقى انا هنا دلوقتي اي اتحولت ليو. يو ينفع يجي معاها ام؟ لا طبعا، يبقى يو بيجي معاها ايه؟ ار. فانا هبتدي بالفعل المساعد بتاعي اللي هو ار يو، وهكمل بقية الجملة بتاعتي happy. يبقى هل انت تكون سعيد؟ الاجابة بتاعتي يا اما يس يا اما نو، يا اما يس يا اما نو. هعمل مقص، يو لما بتيجي في السؤال هعكس بقى، يبقى اي لما بتيجي في الجمله تتحول ليو، يبقى يو لما بتيجي في السؤال تتحول لاي. طب اي هيجي معاها ار؟ لا، يبقى اي هيجي معاها ام. طب نو، يبقى اي am not. فيها اي مشكله؟ يبقى احنا كده تاني، يبقى احنا كده كان عندنا اول حاجه الافعال، انواع الافعال. قلنا ان الفعل ده بيبقى حالة، او بيبقى الحاجة اللي بتتعمل يعني. مثلا زي كلمة eat و run و think و watch بقى و wear يرتدي. طيب قلنا ان الافعال عندي بتتقسم نوعين: افعال مساعدة، افعال اساسية. الافعال المساعدة هم ثلاث افعال مفيش غيرهم: be have do. اما الافعال الاساسية هو اي حاجة غير الثلاث افعال دول بعتبرها من ضمن الافعال الاساسية. يبقى اي حاجه غير be و have و do هي افعال اساسيه: play eat drink watch wash write. كل دي افعال اساسيه او main verbs. طيب ايه الفرق ما بين ال helping verbs وال main verbs؟ ان ال helping verbs بتقدر تعمل ثلاث حاجات: هي ان هي تقدر تكون جمله، تقدر تنفي نفسها بنفسها، تقدر تعمل سؤال. اما المين فيربس اللي هي الافعال الاساسيه اخرها تكون جمله، ما تقدرش تنفي نفسها. طيب اخدنا ان verb to be معناها يكون. verb to be هنا الحالة بتاعته ان هو infinitive، فعل في المصدر، يعني ولا اتصرف في زمن مضارع ولا اتصرف في زمن الماضي. طيب لما عايز بقى اصرفه في زمن المضارع، عشان انا ما ينفعش احطه بالحالة بتاعته دي في جملة عادية، ما ينفعش اقول I be، ما ينفعش اقول she be، فلازم ان انا اعمل ايه؟ اصرفه في زمن الجملة، زمن المضارع اللي احنا هنستخدمه النهاردة. فverb to be هيتحول لام او is او are. عايز اعرف بقى كل فعل من دول بيجي معاه انهي ضمير. فام هيجي معاها اي، هي وشي وات بيجي معاهم از، وي ويو زي هيجي معاهم ار. طيب تكوين الجملة بتاعتي، لازم الجملة بتاعتي تتكون ان هي من subject verb وباقي الجملة، subject verb وباقي الجملة. فانا دلوقتي هنا عندي he is a doctor، عايز انفيها بدور على الفيرب بتاعي، عشان انا ما بعوز انفي بنفي الفعل ما بنفيش الاسم. فلما عاوز انفي فهنا هدور على الفيرب بتاعي. الفيرب بتاعي هنا is ده من ضمن verb to be، من ال helping verbs، الافعال المساعدة. يعني يقدر ينفي نفسه بنفسه، يقدر ينفي نفسه بنفسه بكلمة not. يبقى he isn't a doctor. طيب لما عاوز اعمل سؤال، قال لي ان انت لما تعوز تعمل سؤال بهل لازم يبتدي بفعل من الافعال المساعده. السؤال بتاعي لما يجي يبتدي لازم يبتدي بفعل من الافعال المساعده. طيب ايه هم الافعال المساعده اللي احنا اتكلمنا عليهم لغايه دلوقتي من تبع فيرب تو بي؟ اللي هم ام وايز وار. يبقى لي ان انت هتبتدي بام وايز وار، وبعد كده سبجكت، وبعد كده باقي الجمله. طيب يبقى انا دلوقتي قال لي ان انت لما بتيجي في الجمله وعايز تحولها لسؤال يبقى يو. يبقى انا لو عندي اي ام هتتحول لار يو، لان طبعا يو مش هينفع يجي معاها ام. فانا لما اجي اقول مثلا are you a doctor، are you a doctor؟ yes I am و no I am not.
short? No he isn't. Yes he is. وبكده تكون الحلقة بتاعتنا تكون خلصت. يا رب تكونوا استفدتوا. ما تنسوش تعملوا شير ولايك وكومنت، واشوفكم في حلقة جديدة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.